ثلاثة ديال المواضيع حصرية ومهمة بزاف، وهي ثلاثة ديال الأخبار عربية إسلامية الإخوان. الموضوع الأول اللي غادي نتكلموا عليه وهو ديال النتيج ديال هذا الفيديو هذا اللي داروا وخرج وقال لهم أنا مازال على قيد الحياة، وهاهما يديا بخمسة من بعد ما خرجت واحد الإشاعة الإخوان بحال هاد الصورة اللي كتشوفوها دابا، أن اليد ديالو فيها 6 ديال الأصابع. أنا صراحة ما تكلمتش على هذا الموضوع هذا، علاش عارف ان طريقه الوفاه ديال النتين ما غتكونش على هذا الشكل هذا، عباره عن صاروخ ولا اغتيال سريع. وبالنسبه للموضوع الثاني اللي هو ايضا موضوع مهم بزاف، وهي ان دوله امريكا تخلت على دوله السعوديه. علاش امريكا كانوا عندها واحد الرادارات اللي كيكتشفوا الصواريخ والطائرات المسيره. اليوم وزاره الدفاع ووزير الدفاع خالد بن سلمان اللي هو الاخ ديال بن سلمان، اشنو قالوا في واحد التدوينه ولا في واحد المقال؟ قالوا للمواطنين اذا شفتوا شي صاروخ باليستي ولا شفتوا شي طائره مسيره، دخلوا لواحد التطبيق اللي دارته وزاره الدفاع وخبرونا بسرعه. اللي هو صراحه موضوع مضحك وموضوع مبكي في نفس الوقت. السعوديه اللي كنا كنتغناو بها على انها اقوى جيش في المنطقه العربيه، وانها شرات واحد الاسلحه قويه وشرات رادارات، وكانت دخلت البريكس وعندها علاقات مع روسيا والصين وامريكا، عندها واحد العلاقات متنوعه. في الاخير خارجين بتدوينه من وزاره الدفاع، اكبر وزاره كاينه في السعوديه اللي هي وزاره الدفاع، كتقول للمواطنين الا شاهدتوا شي طائره مسيره ولا شاهدتوا صاروخ دخلوا لها التطبيق هذا وقولوا لنا الموقع ديالو. ما حد هذاك غادي يبغي يدخل المعلومات ديال مكان الطائره المسيره تتسمعها وقعات ولا طاحت في وسط المدينه ولا وسط شي سكنه عسكريه. غنتكلموا على هذا الموضوع. الموضوع الثالث الاخوان غنتكلموا على جمال الريان الاخوان، هذا هو من مؤسسي قناه الجزيره، انه اليوم توفى بسن يناهز 73 سنه. غنطرحوا بعض الفرضيات. هل تم اغتياله؟ على صراحه واحد الفيديو اللي داروا اخر فيديو في الصفحه ديالو اللي جاب واحد الحوار بين جوج ديال الشخصيات الاخوان الامريكيه اللي طرقوا لواحد النقاط ديال الدولار والانهيار ديالو في الشرق الاوسط في هذه الحرب هذه. ومن الصفات ديال هذا جمال الريان ان هذاك الشيء اللي في القلب ديالو تيعبر عليه مباشره بدون جماليه، فهمتيني؟ هذاك الشيء اللي عنده في الدماغ ديالو في القلب ديالو تيقولوا مباشره. بغى يعجبك يعجبك، ما بغاش يعجبك ما يعجبكش. مع العلم ان التصريحات ديالو تقدر يجيبها في الصواب يكون صائب فيها، يقدر انه صراحه ما يكونش صائب فيها. حنا جميع البشر تيكون يقدر يخطا يقدر يصح. المهم هو داك الشيء اللي في القلب ديالو في الدماغ ديالو تيكتبوا عباره عن تدوينات. اليوم توفى هو صراحه كان مريض، الا شفنا هذه الصوره هذه صراحه كان مريض، ولكن ان في هذه الايام الاخيره كان خرج خبر على ان قطر غادي يطردوا، انه كيدعم ايران. اذا خرجت كثير من الاخبار على انهم غادي يقوموا بالطرد ديالو، وخرج قال لهم ما تبقاوش تقولوا هذه الاخبار هذه، مو تدوينات، قال لهم ما تبقاوش تقولوا هذه الاخبار هذه، نتوما ما عندكمش معلومه صحيحه واش هي ولا لا. ولكن اليوم كنشوفوا الوفاه ديالو. اذا هنا كيتطرحوا كثير من التساؤلات، كيف تمت الوفاه ديالو؟ علاش قال لك هو سكته قلبيه؟ حنا صراحه سكتات قلبيه ما بقيناش كنتيقوا فيهم. صراحه كطرح كثير من التساؤلات حول الوفاه ديال هاد جمال الريان اللي هو الاخوان انه كبير في العمر، عنده 73 سنه صراحه، ولكن كان كيتجاوب مع الناس، كان مازال تبارك الله عليه شاد. المهم هذه النقطه ولا هذا الموضوع غادي نخليوه جانبا. علاش حنا ما غاديش ندخلوا؟ علاش ما عندناش شي حاجه واقعيه، فهمتيني؟ توفى الله يرحمه ويوسع عليه الاخوان، كان رجل الاخوان قلت لكم شفاف، هذاك الشيء اللي عنده في القلب ديالو في الدماغ ديالو كينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، صح ام خطا الله اعلم. المهم الجمهور هو اللي كيحكم واش الكلام ديالو صحيح ولا الكلام ديالو خاطئ. نبداو الاخوان بالموضوع الاول وهو ديال النتين. بعض المغاربه ايضا خرجوا فيديو قال لك ان هذا النتين توفى. انا ما درتش عليه فيديو. علاش ما درتش عليه فيديو؟ علاش انا عارف هذا النتين هذا ما يمكنش يتوفى بحال هكا. 63 ألف وفاة وتجيه وفاة عادية اغتيال من الفوق؟ لا، هذه ماشي طريقة الوفاة ديالو. غتكون واحد الوفاة بعد. المهم نشوفوا طريقة الوفاة اللي غادي تكون ديالو. على الصراحة قتل كثير من المسلمين. إذا طريقة الوفاة هكا صاروخ، عبارة عن صاروخ. انا وما قلت لا لا ما كاينش هذا الشيء، فهمتيني؟ قلت هذا الشيء راه ما يمكنش يموت بهذه الطريقة ديال الصاروخ، لا يمكن. او الاغتيال ديالو بشي حاجة لا يمكن.
طريقه الوفاه ديالو غادي تشفي صدور المسلمين صراحه. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا اللي داروا، واش هذا الفيديو هذا نقدروا نقولوا فيديو صحيح؟ واخا قال لهم ها هي يديا فيها 5 ديال الاصابع وانا ما توفيتش. صراحه هذا الفيديو هذا هو واحد الشخص واحد اخر بريطاني الاخوان ولا امريكي، انه جاب بحال الفيديو ديال الناتين وبدل الوجه، وكتشوفوا ان الفيديو يقدر يتصايب بالذكاء الاصطناعي. اذا هذا الفيديو يقدر يتصايب بالذكاء الاصطناعي، ولكن الناتين ما غيتوفاش بالطريقه ديال الصاروخ ديال اغتيال. لا الطريقه هذه ما غاديش يتوفى بها، غادي يتوفى بواحد الطريقه ديال بوش، فهمتيني؟ غادي يتعذب شويه. وهذه على الصراحه راه كثير من المسلمين شيوخ نساء اطفال. اذا طريقه الوفاه هذه لا ليست جيده لنا وله، ليست جيده. المهم نمشيو للموضوع الثاني اللي هو ايضا موضوع مهم جدا. امريكا تتخلى عن السعوديه. امريكا تبارك الله عليها كانت عندها هذوك الرادارات كيكتشفوا لك الطائرات المسيره وكيكتشفوا لك الصواريخ. دابا وزاره الدفاع خرجات بهذا الكلام هذا اللي انا ضحكني وبكاني كما قلت لكم في نفس الوقت. كيفاش اقوى جيش في المنطقه العربيه تيقول للمواطنين ديالو الا شفتوا طائره مسيره ولا صاروخ علموا السلطات. واش امريكا عمركم سمعتوها قالت لهم الا شفتوا شي طائره مسيره علمونا؟ عندها الرادارات ديالها. والسعوديه تبارك الله كانوا عندها اموال كثيره جدا باش تشري الرادارات، باش تصنع الرادارات، باش دير كثير من الاشياء. دابا ولات كتطلب من المواطنين الا شافوا شي طائره مسيره ولا شي صاروخ يتصلوا بهذا الرقم ولا يتصلوا بهذا، يدخلوا لهذا التطبيق هذا ويدخلوا المعلومات فين شافوا الطائره المسيره. ما حدهم يكتبوا لك الطائره المسيره المكان ديالها، تلقى الطائره المسيره وصلات. راه هذوك الرادارات اللي كيخدموا راه رادارات بسرعه، ما كيشوفوا الطائره المسيره، ما كيطلقوا صواريخ ديالهم، صواريخ دفاعيه. اذا صراحه هذا البيان ولا هذا التصريح هذا من خالد بن سلمان اللي هو وزير الدفاع وايضا وزاره الدفاع وهو الاخ ديال بن سلمان، كان تصريح فاشل وبين الضعف ديال السعوديه بدون امريكا. باش نكونوا واقعيين ونحطوا النقاط على الحروف، عشان ما عمري ما سمعت الناتين ولا الامريكان تيقولوا للمواطنين اكتشفوا لنا الصواريخ والطائرات المسيره في السماء. وهذو هما المواضيع الثلاثه الاخوان اللي كانوا اليوم، وتبارك الله عليكم والله يعاون.